السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناة الراصد الجوي. هذه القناة مختصة بتتبع الاضطرابات الجوية بمناطق شمال إفريقيا، الشرق الأوسط، بلاد الشام والرافدين، ودائما ما نتتبع المناطق المتعرضة للتقلبات الجوية والاضطرابات الجوية بصفة عامة. إذا متابعينا الكرام، من المحتمل أن يتعرض القسم الشمالي والأوسط لدولة تونس لأمطار وعواصف رعدية قوية إن شاء الله خلال نهار اليوم الأربعاء 18 من شهر سبتمبر، ثم تتقوى الحالة نوعا ما خلال يوم غد الخميس 19 من شهر سبتمبر بأمطار رعدية غزيرة شاملة بمعظم الولايات التونسية إن شاء الله. إذا متابعينا الكرام، مجموعة من الأحواض العلوية الباردة ستؤثر على بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، خصوصا دولة تونس التي من المحتمل أن تشهد أمطار رعدية قياسية خلال فترة ظهيرة ومساء اليوم الأربعاء 18 من شهر سبتمبر بحول الله. إذا تبدأ التكونات الرعدية إن شاء الله خلال منتصف نهار اليوم، خصوصا بمناطق القصرين، تشمل سيدي بوزيد، القطار، كذلك صفاقس، قابس، ثم تمتد إلى باقي المناطق الشمالية الشرقية لدولة تونس بحول الله، خصوصا العاصمة، كذلك على سوسة، سليانة، تمتد إلى جنوب باجة خلال فترة المساء والليل كما هو مبين عبر الخريطة النموذجية الرقمية. إذن متابعينا الكرام، هذه الخلايا الرعدية ستمس القسم الجنوبي لدولة تونس خلال فترة المساء والليل، لتمتد إلى أجزاء متفرقة من تطاوين، لكن ستكون الأمطار ضعيفة نوعا ما مقارنة بما ستعرفه المناطق الوسطى حينئذ، ثم تمتد إلى قابس ودوز وكذلك توزر خلال ساعات المساء والليل كما هو واضح متابعين الكرام عبر الخريطة النموذجية الرقمية، وتمتد الخلايا الرعدية إلى السواحل الشرقية للبلاد. خلال فترة صبيحة يوم غد الخميس سيبرز اضطراب جوي مداري بالقسم الغربي للجزائر. هذا الاضطراب الجوي المداري متابعين الكرام سيمتد إلى الجهة الجنوبية لجمهورية تونس بحول الله، بكميات ستكون معتبرة من الأمطار، وتستدعي أخذ الحيطة والحذر خلال فترة المساء من احتمال تشكل السيول، خصوصا بالضفة الغربية المحاذية لدولة الجزائر. كما تلاحظون متابعين الكرام، هذه الكمية من الأمطار الرعدية متوقعة في منطقة القطار، تشمل كذلك منطقة القصرين ثم سيدي بوزيد، وتمتد الخلايا الرعدية القوية إلى مناطق سوسة وسليانة والعاصمة تونس خصوصا خلال فترة الليل. إذن الأمطار الرعدية تزداد قوة خلال ليلة يوم غد الخميس 19 من شهر سبتمبر بحول الله بالمناطق الوسطى لدولة تونس. نلاحظ كميات معتبرة من الأمطار تتعدى تقريبا حوالي 30 ملم في ظرف 3 ساعات من الزمن في كل من منطقة قفصة، مجل بالعباس، سيدي بوزيد، ثم بولاية صفاقس، وأمطار رعدية من معتدلة إلى أحيانا غزيرة بباقي السواحل الشمالية الشرقية لتونس، ثم بعض الأمطار الضعيفة ناحية باجة وسليانة وكذلك القسم الشمالي الغربي لتونس، تشمل حتى ولاية بنزرت. وتستمر الأمطار الرعدية خلال فترة صبيحة يوم الجمعة 20 من شهر سبتمبر بمعظم المناطق الشرقية لتونس، خصوصا صفاقس وكذلك على سوسة وقليبية وكذلك العاصمة تونس.